خلق الله، الله مسؤول عنه، لا حد خلق روحه طويل قصير. بعدين ما ظنيش 50 سم، ما ظل اكثر. بعدين ايش ندخلك انت طويل قصير غليظ سمين ابيض اسود سمح شيل؟ هذه خلق الله، ما نعلقش عليه. خيرنا انا ما نقولش انت منقولي وعندك قصور ذهني، هذا لان الله اصابك بهذا. لكن انت مسؤول عن نفسك. حميد بيبه ما يقدرش يقول محمد بعيو فاسد، لكن محمد بعيو يقولها علنا، عبد الحميد بيبه فاسد ومسؤول عن كلامي. وبعدين انت جاي قدام نساء من مصراته تتقى بينا. انا حتى لو كنت قاعمز معاك غادي في اللقاء لا سمح الله ما نردش عليك، تحشم من نساء مصراته وبنات مصراته. شنو تتقى بالحريم وتسب في التريس انت؟ وبعدين انا لو كان بيتكلم عليك يا حميد شخصيا والله راهو في ماضيك ما يحشم، راهو ما ينقالش على الهواء ويعرفون المصاريف. لكن انا والله مشفق على اللي بين انك رئيس حكومه، ما ليش علاقه بشكلك بطولك عرضك هذيانك، لكن انت رئيس حكومه ليبيا. كان يجب ترد، اذا كان تقصدني لا كان يجب ترد علي بالنقد موضوعي. انا كاتب كبير غصبا عنك، انا مثقف كبير غصبا عنك. انت ما تقدر تناظرني ولا تحاورني اطلاقا، ولا انك من تريسي ولا انك مستواي العلمي ولا الاخلاقي ولا القيمي. لكن جاباتك مؤامره ورشوه فلوس الحاج علي، جاباتك رئيس حكومه ليبيا وهي منهاره. لكن المهم كيف بيصير فيك بعد ما تطلع من الحكومه، وبماذا سيتذكرك الناس، وبعد ما تنتهي مهزله وزير المعاصي هذا الدجال اللي يزوق فيك ويسوق فيك ويخدع في الناس. انا والله مشفق على مصراته انك انت تكون ابنها وتمثلها، الا انا مصراته امشرفها راجل رافع راسي واللي بيني يعرفوني. والله ما تمنيت استدرج لي استاذ احمد اني نتكلم، لكن والله لا نبي نسيء لخلقه ولا شخصه، فهمتني؟ ولا شكله ولا كلامه ولا منطقه. انا وجعتني ليبيا ان هذا القمي رئيس حكومتها بس عبد الحميد قبل يكون رئيس حكومه والله ما معبرين نحن ولا ندوروا فيه ولا هو مستوانا. لكن اليوم انت رئيس حكومه ليبيا، انتقدك كاتب رد عليه بموضوعيه او عاد تشكي فيه او تجاهله، لكن مش متر 30 شانط مش عارف 3 متر 30 متر. هذا هو عبد الحميد بيبه اللي بيه، هو التافه هذا اللي حطيتوه رئيس حكومه واللي لازم الخروج لانه افسد ليبيا، وكل ما يقعد يوم راهو حيزداد فساد في ليبيا. ولا كلام نقول فيه علنا راهو من عامين يا استاذ احمد، مش اليوم راهو، مش تقول اليوم لا نتكلم عليه ولا والله ما يعنيني. وضحكت انا، ونبي نشكر الاخوه الكثيرين المثقفين والمدونين والوطنيين اللي ردوا عليه وهزبوه وطلع باين قدام الليبيين شكله وحجمه. والحمد لله ان كل اللي نقول فيه انا صح، الا انا راجل واثق في نفسي وراسي مرفوع ولا نمشي بحراسات ولا اني خايف من حد. وليله قبري والله ماني بايت برا.